السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله اختي المشاهدة غادي نحضر معكم الخبز تاع الزرع. الزرع اللي هو الشعير. عندي كمية تاع دقيق تاع الشعير. هاد الشعير كنت في واحد الفيديو درت لكم الشعير مع الفرينة، واليوم غادي ندير لكم الشعير بوحدو. عندي كمية تاع الشعير هكا واحد حوالي واحد كيلو. ندير فيه نص معرف كبيرة تاع ملح، وكل وحدة على حسب الذوق تاعها. مغرف كبيرة خمارة تاع الخبز، والخمارة على حساب الجو. كي يكون الجو بارد زيدي، وكي يكون حامي ديري غير نص مغرف كبيرة. مغرف كبيرة سكر. الخمارة الخميرة هذه تاع الدار، كان يقولها تاع الدار وكان يقولها الخميرة البلدية. والماء، الماء اللي يكون شويه شويه حامي، ما يكونش دافي غير دافي، يكون شويه حامي. والماء ديري غير بشويه. الدقيق تاع الزرع هكا كما كتشوفي ما يلصقش في اليد. كما كتشوفي بعد ما خلطته، والدقيق تاع الزرع ما يلتمش كما الفرينه، يقعد يتقطع. زعما الاخت تقول ماله ما راش ملموم ولا هكا يجي يتقطع. ها هو القوام تاعه، ما يكونش جاري. غادي نغطيه ونخليه يريح. درك بعد ما ريح واحد 10 دقائق نولي نعاود له، نفخ شويه بيدي بالماء، ولا شتيه شرب لك الماء زيدي له. غير نفخي يديك شويه ودلكيه غير هكا بيديك كيما هاك. الاخت اللي تقد تحكم فيه تجريه، واللي ما تقدش تحكم فيه تخليه قاصح باش تقد ترفده. ندلكي هكا مده واحد 5 دقائق. بعد ما دلكته دوك نغطيه، ندير تحته الماء يكون حامي باش كي يخمر نغطيه ونخليه يخمر دروك. خبز الزرع بعد ما خمر دوك نمشي نقطعه. نجيب المقطع ونجيب هذه شيشه رقيقه تاع الزرع، كاع رقيقه رقيقه. والصني ندير فيه بابي كويسون باش الاخت المبتدئه يجيها سهل. انا ما نديرش فيه، ندير فيه المقطع وصاي. ندير شويه دقيق في المقطع، كديري باش ما يلتصقلكش من تحت. غنمسو يدينا في الماء، نديرو هكا خبيزات صغار
اللي تبغي ديرهم كبار ديرهم، واللي تبغي ديرهم صغار ديرهم. ونديرهم في الدقيق هكا، نقرصوهم نلموش نايف، نغمسو شويه يدينا في الماء غير شويه باش ما العجين ما يلصقناش في يدينا. كيما هكا، هاو السمك تاعها 1 سنتيم. وندرو عليها الدقيق، هاد التيشه ندرو عليها ونديروها في الصني. زيد شويه دقيق، نغمس عاود في يدي في الماء. نغمس شويه يدي في الماء. وندير عليها الدقيق تشيشه ونديرها في الصني. كي تكوني مكطره لها الدقيق ما تلصقلكش، كي ما تكونش مكطره لها راه غادي تلصق. انا سنين حلال نعيدها. عاود نكملو راه باقي. دروك هاد العجين نغطيوه ببلاستيك. الا بغيتي غطيه بكتانه من التحت وزيدي فيه فوق البلاستيك وديريه في مكان دافئ. الا بغيتي حتى تحمي الكوشه وديريه يحمى باش فيسا يخمر. غادي نغطيه ونخليه يخمر. الخبز الصراحه هو خامر. دوك راه عندي الكوشه قديت عليها النار راها حاميه، والخبز باش تعرفي بلي خمر حطي صبعك هكا كي تشوفيه يطلع ويهود عرفي بلي راه خامر. راه عندي قلت لك الكوشه حاميه، جهدي لها من الفوق ومن التحت وديريه يطيب. الكوشه كما قلت لكم الخبز يكون النار تاعه مجهده من التحت ومن الفوق باش يطيب ويجي مليح. كي تشوفيها طابت شويه دوريها هكا باش طيب لك من ليه. خبز الزرع بعد ما طاب كما تشوفيه هاو الشكل النهائي تاعه، يجي شباب ويرى عاد حامي وصحي ويجي بنين بزاف.
يلا وكان تاكلي معاه الزيتون الكحل ولا تاكلي معاه زيت الزيتون، راه غادي يجي روعه روعه بزاف. جربي اختي المشاهده هاد الوصفه، راها ناجحه 100%. ونتمنى لك تاكليها بالصحه والراحه وشهيه طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.